في الفيديو دوت هقولك ازاي تقدر تحمل كل البرامج الاساسيه لجهازك، سواء لو انت لسه مسطب نسخه ويندوز جديده او لو انت لسه شاري جهاز جديد. فهقولك ازاي تحملهم كلهم بضغطه واحده من غير ما تقعد تثبت كل برنامج لوحده. تابع معايا الفيديو. فيديو جديد بموضوع جديد. النهارده هنشرح ازاي لو احنا لسه محملين نسخه ويندوز جديده او لو احنا لسه شاريين جهاز جديد، زي ان احنا نحمل البرامج اللي احنا بنستخدمها. طبعا احنا اول ما بنحمل نسخه او لو الجهاز جاي جديد ما بنلاقيش عليه مثلا جوجل كروم، او ما بنلاقيش عليه مثلا برنامج تشغيل الفيديوهات اللي هو الفي ال سي، حاجات كتيره قوي، مثلا برامج تانية كتير. فاحنا بنبقى عايزين نحمل البرامج دي، بس يعني الموضوع بيبقى تقيل شويه لان احنا مش هنقعد نروح نحمل كل برنامج لوحده. طبعا دي الطريقه الاولى. احنا مثلا هنروح على مايكروسوفت ايدج وهنروح نحمل من عليه جوجل كروم، وبعد كده نفتح جوجل كروم نحمل من عليه الفي ال سي، وهكذا في كل البرامج اللي احنا محتاجينها. انا النهارده جبت لك موقع هيسهل عليك كل دوت، وهيخليك تحمل كل البرامج اللي انت محتاجها او اللي انت ممكن تكون بتفكر فيها اصلا، سواء انت بتستخدمها او ما بتستخدمهاش، هتحتاجها او مش هتحتاجها. يعني هديك الامكانيه وتنوع ان انت تقدر تحمل كل حاجه انت ممكن تستخدمها في لابك او جهازك. زي ما بقول لك، الموقع دوت ميزته ان انت مش بتحمل برنامج وتقعد تثبت كل برنامج لوحده. بالعكس، انت هتحملهم كلهم وبضغطه واحده هتلاقي كل البرامج اللي انت دوست ان انت تحملها او تشغلها على جهازك هتلاقيها اشتغلت واتثبتت من غير ما تقعد تثبت كل برنامج لوحده. قبل ما نبدا، انا كنت حابب اشكركم بجد على كل التفاعل اللي على التيك توك وعلى اليوتيوب على الفيديوهات وكل حاجه. بس هي الفكره ان احنا تفاعل والحمد لله وكل حاجه، بس يعني الناس اللي بتتفاعل هي ما بتشتركش في القناه. فيا ريت لو انت شفت الفيديو تدي لايك وفي نفس الوقت تشترك في القناه عشان تشوف المحتوى اللي انا بنزله لك، لان انا بنزل لك حاجات هتفيدك قوي في جهازك وهتعرف تخليك تتحكم في جهازك براحتك وتحل كل المشاكل اللي انت ممكن تواجهها. يلا بينا نكمل الفيديو. اول حاجه هنروح نفتح كده جوجل كروم، وبعد كده في السيرش هنكتب نايت، بعد كده هندوس انتر. تحت عندنا بالشكل دوت، هندوس على اول واحده هيفتح عندنا الموقع بالشكل ده. هننزل تحت هنلاقي كل البرامج اللي احنا ممكن نحتاجها. يعني احنا عندنا كل انواع البراوزرز الموجوده، كروم، اوبيرا، وفايرفوكس، وكل حاجه. برضو عندنا الملفات اللي بتقرا الدوكيومنتس والحاجات دي. في برضو برامج زي مثلا زوم، ديسكورد، سكايب، الحاجات دي. برضو في هنا عندنا البرامج بتاعه السكيورتي زي انتي فيروس، الحاجات دي كلها. عندنا برضو الحاجات بتاعه الملفات المضغوطه زي وين رار، هو 7 زب، الحاجات دي كلها. برضو دي كلها البرامج الاساسيه اللي انت هتحتاجها لما تيجي تشغل جهازك، بحيث ان انت تشغل فيديوهات مثلا او اي حاجه. يعني احنا عندنا برضو فوق اهو مثلا الميديا. طبعا دي البرامج دي كلها بتشغل الميديا، سواء اغاني، فيديوهات، الحاجات دي كلها. ففي عندنا الفي ال سي وبرضو وين ماب، الحاجات دي كلها. فاحنا هنقدر نستفاد من الحاجات دي ان احنا لما نيجي نشغل حاجه. وبرضو هاند بريك اللي هنا دوت، انا كنت شرحت البرنامج دوت في فيديو على تيك توك وقلت لكم هو ازاي مفيد وازاي بيفيدنا قوي في ان احنا نقلل مساحه الميديا اللي موجوده، سواء فيديو او اغنيه او الحاجات دي. وانا شخصيا استخدمته كتير ولسه بستخدمه لحد دلوقتي، بان انا مثلا لو مسجل اي فيديو او اي حاجه وعايز اقلل مساحته من غير ما اخسر كواليتي او اي حاجه، فهو بيديك اوبشنز ان انت تستخدم البرنامج بحيث ان انت تظبط الكواليتي بتاعتك مع المساحه مع كل حاجه. برضو عندنا برنامج سبوتيفاي موجود هنا، والحاجات دي كلها ديت الحاجات يعني بتاعت الديفلوبرز او الحاجات اللي هي خاصه بالجهاز نفسه اللي بتشغل لنا العاب او برامج. فاحنا عندنا مثلا اللي هي نت ديت. عندنا برضو حاجات تانية كتير. الحاجات دي يعتبر خاصه اكتر بان انت مثلا تقدر تتحكم في جهازك عن بعد، زي مثلا برنامج التيم فيور. البرنامج دوت بيخليك تقدر تتحكم في اللاب او الكمبيوتر بتاعك عن بعد، وتقدر تعمل كل حاجه عليه كانك انت اللي قاعد عليه بالظبط. في كذا برنامج تاني مثلا زي اللي هو سي كلينر دوت، ده بيخليك تمسح الكاش والملفات التمبرري والحاجات دي كلها. فانت من هنا تقدر تحمل كل البرامج اللي انت هتقدر تستخدمها، سواء بقى انت هتستخدم جهازك عادي تستخدمه مثلا في بروجرامينج. عندك برضو هي حاجات زي البايثون، حاجات كتيره قوي فيها برضو حاجات تحت اكتر. فانت هتقدر تعمل الميكس اللي انت عايزه وهتحمله كله، وهيتحمل لك في صيغه برنامج واحد. زي ما هنشوف البرنامج دوت انت هتدوس عليه هتلاقي كل البرامج دي نزلت على جهازك. تعال نجرب كده. انا مش هحمل حاجات كتير لان انا اغلب الحاجات دي عندي وبرضو مش محتاج حاجات كتيره منهم. فمثلا تعالوا نجرب. هندوس مثلا على الفايرفوكس، وبرضو ممكن احمل اللي هو دروب بوكس دوت. برضو تعالوا نجرب نحمل مثلا سكايب. تعالوا نجرب برضو نحمل اللي هو وين ماب دوت. برضو في تاني. دي اكتر الحاجات اللي ممكن احتاجها، وانا برضو ممكن ما احملهمش لان الحاجات دي موجوده على جهازي وانا مش هحتاجها، فبلاش احملهم. يعني انا هحملها كشكل بس مش هثبتها على الجهاز، يعني هحملها واوريك. برضو تعالوا نجرب نحمل اللي هو سي كلينر دوت. وبعد كده بعد ما نختار كل البرامج اللي احنا عايزينها هننزل تحت لحد ما نلاقي جيت يور نايت وهندوس عليها.
هيفتح عندنا الصفحه دي وهنلاقيه زي ما احنا شفنا كده هو اتحمل عندنا بالشكل دوت ببرنامج مساحته مش مكمله 1 ميجا ومحمل كل البرامج اللي انت محتاجها. هنروح نفتح نشوف بقى البرامج اللي اتحملت ديت واتحملت ازاي. زي ما احنا شايفين كده اهو حمل عندنا وكاتب لنا كل اسامي البرامج اللي احنا حملناها، يعني مثلا اهو دروب بوكس، فايرفوكس، سكايب، وباقي البرامج طبعا اللي احنا حملناها موجوده جوه. فاحنا لو دوسنا عليها هندوس كده مثلا، انا مش هكملها للاخر بس يعني هو كده بيحمل البرامج زي ما احنا شايفين. انا لو دوست يس هو هيحملها، فانا مش محتاج ان انا احملها فهدوس نو. بس انت لما يجي يحمل عندك دوس يس عادي وكمل عادي التحميل بحيث ان انت يثبت البرامج عندك وهتلاقي البرامج شغاله واحدث اصدار وكل حاجه. بس كده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب يكون كان الشرح سهل وبسيط وعجبكم، ويكون الفيديو كان سهل كده والدنيا تمام. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعمل لايك وشير للفيديو وفولو عشان يوصلوك كل جديد. وبرده اكتبوا لي وقولوا لي لو في اي شرح حاجة عايزينها سواء برنامج او عندكم مشكلة او اي حاجة، فاكتبوها لي تحت وانا هنزل لكم فيديو بالشرح على طول او لحل المشكلة اللي انتم محتاجينها او بتقابلوها او كده. وبس كده واشوفكم في فيديو جديد.